لو انت داخل اولى طب فالفيديو ده عشانك، فلازم تجيب كوبايه قهوه كده، ولو ما بتشربش قهوه لازم تتعلم تشرب قهوه عشان تشربها كتير قوي الايام اللي جايه وتركز معايا. طبعا في حاجات كتير جدا هي عباره عن اكسبيرينس او خبره انت مش هتكتسبها لو انا قلتها لك، فدي انا هسيب لك الجزء ده انت هتكتشفه بنفسك في الكليه. اما بالنسبه للجزء الثاني وهي الاخطاء اللي هقول لك تتجنبها عشان ما تقعش فيها زي ما انا وقعت فيها. اول حاجه وهو الشعور بالتوهان او الشعور بانك مش عارف انت بتعمل ايه. ده طبيعي جدا، انت في مرحله جديده من حياتك، الكليه مش زي اي حاجه انت عديت عليها قبل كده، انت دلوقتي في عالم مفتوح جدا، فطبيعي تحس بالتوهان في الاول. بس عشان تتخلص من التوهان دوت، اهم حاجه انك تشوف الناس اللي في السنين الاكبر منك بيعملوا ايه وتبدا تسالهم وتاخد من خبراتهم. تاني حاجه ما تخليش شعورك بالتوهان يحبطك او يقلل من عزيمتك، لان ده هيزود الشعور بالتوهان مش هيقلله. تاني حاجة ما تحرقش جاز كبير على الفاضي في أول السنة عشان هتيجي في آخر السنة وهتبقى بيرن أوت ومش هتقدر تكمل. تالت حاجة لازم تفهم الامتحانات بتيجي إزاي، ما تذاكرش لأجل المذاكرة فقط، لازم تفهم طريقة الامتحانات، لأن من غير ما تفهم طريقة الامتحانات مش هتعرف تذاكر صح. فلو أنت بتاخد كورسات هم هيدربوك على حاجة زي كده، لو ما بتاخدش كورسات فأنت تبص على امتحانات السنين اللي فاتت، واوعى تدخل امتحان في الكلية من غير ما تكون حالل بنك الأسئلة وامتحانات السنين السابقة، لأنها بتتكرر بشكل كبير جدا خصوصا في السنوات الأولى اللي هو من سنه اولى لسنه ثالثه. رابع حاجه هحذرك منها انك يا ريت تبعد عن الناس اللي عندهم دايما نيجاتيف انرجي طافحه عليهم، لان دول اللي هيشدوك لتحت جدا وهيحبطوك بشكل فظيع، ودول ليهم امثال كتير جدا انت هتقابلهم وهتعرف ان هم بيشعوا نيجاتيف انرجي، فاحسن حاجه انك تبعد عنهم. خامس حاجه هقول لك عليها انك تذاكر مع صحابك، لان في الاول انت هتبقى تايه، لكن لما تبقوا مجموعه وبتذاكروا سوا وهو بيديك معلومات انت مش واخد بالك منها وانت بتفيده في بعض الحاجات اللي هو مش واخد باله منها، هتلاقي الدنيا بتكمبنسيت مع بعضيها وهتلاقي المذاكره نفسها بتعدي بشكل اسهل واظرف بكتير. فحاولوا تذاكروا مع بعض يا جماعه. سادس حاجه والاخيره انك تشوف اونلاين سورسز، يعني هتلاقي جروبات كتير اونلاين، هتلاقي قنوات على اليوتيوب بتشرح بشكل جميل جدا. انا ما كنتش واعي لحاجه زي كده في سنه اولى، لا في حاجات كتير جدا انت ممكن تبقى مش فاهمها وتلاقي لها فيديوهات بسيطه جدا بتشرحها بشكل مبسط في 3 أو 4 دقائق في فيديو على اليوتيوب، بدل ما تقعد تسمع محاضره للكليه ساعه ونص دكتور بيشرحها ومش هتفهم منه حاجه. هتلاقي فعلا فيديوهات على اليوتيوب مفيده جدا، فيا ريت ما تضيقش افقك وبس هي محاضرات الكليه المقدسه، لا حاول تفهم الطب حلو وشوف مصادر اونلاين تبسط لك المعلومات عشان تقدر تكتب كويس في الامتحان.